اهلا اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل صحه وعافيه. نقول لكم انا راني الحمد لله وراني في نعمه الحمد لله يا ربي. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا كما العاده نصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما راكم تشوفوا اليوم جيت لكم يعني بدرس باش نشجعوا المبتدئات. هذا هو، جبت لكم درس سهل باش نشجعوا المبتدئات ما نقدروش ندخلوا في القنادر الكبار. واش رايحين نديروا يعني قنادر صغار، يعني رايحين نديروا تطبيق على القنادر الصغار. مثلا نروحوا نبداو. انا هذه الجهه عندي الطول، يعني الطول تاع القماش، يعني الطول تاع القماش هو اللي يجي مشرشف. كاين بزاف ما يعرفوش الطول من العرض. مثلا انا عندي هذا هو القماش. راح نعطيكم مثال. كي راح تروحي عند اللي يبيع الكتان، واش راح تقولي له اعطيني متر ولا 88 سنتيم ولا 2 مترات، هو من راح يعبر لك؟ اكيد راح يعبر لك من الجهه هذه، يعني الجهه هذه، وهذه الجهه هي اللي فيها هذه الحاشيه، يعني فيها الحواف، هذه يقولوا لها جهه الطول. اما هذه الجهه جهه العرض. خلاص راكم فهمتوا؟ يعني كي نقول لكم نطوي قماش على الطول، يعني تدي الحاشيه تطويها هكا. كي نقول لك نطويها بالعرض، يعني تدي هذه وتطويها هكا. هذه هي. المهم واش راح نديروا؟ انا هذه يعني هذا نقولوا مثال، هذه الحاشيه، هذا هو القماش تاعي. عندي الحاشيه عندي 88 سنتيم. انا هذه 88 سنتيم ومنين جبتها؟ انا هذا الطول تاع البنت اللي راح نخدم لها هذا الروبا. وهذه جهة العرض. جهة العرض في القماش تجي فيها 1.50 متر، يعني جهة العرض فيها 1.50 متر. انت كي راح تقصي 88 مثلا، تدي الطول تاع البنت اللي راهي عندك. انا عندي 6 سنوات، يعني هذا تطبيق راح نطبقوه على 6 سنوات 7 سنوات، يقدر يلبس حتى 5 اذا كان جايبه روحه. مثلا انا هنا واش راح ندير؟ راح ندي منا يعني جهه العرض راح ندي 100 سنتيم، يعني راح ندي متر. نحسبوا بالمتر، يعني تطبيق هذا هو القماش. مثلا نقولوا هذا قماش راح تدي 100 سنتيم، يعني راح تدي متر. هذه المتر راح مثلا نديرو هكا. انا جاتني هنايا كي عبرت هذه في القماش جاتني متر. جهه الحاشيه هذه هي. انا هذه جاتني منا متر. هذا القماش الزايد راح نقصوه. شوفوا حبيباتي، انا هذا القماش الزايد راح نقصوه. هذا القماش الزايد البنات احنا ما راحينش نقيسوه ولا نطيشوه، يعني راح نستحفظوا فيه الايام القادمه. راح ندير لكم عليه درس. هذه جهه الحاشيه باش نفهمكم مليح البنات. جهه الحاشيه انا طول الزبونه اديته منا. طول يعني طول البنت عندي 88 سنتيم. رايحين نرفدوا هذه الجهه اللي فيها الحاشيه ورايحين نطووها على الحاشيه، يعني رايحين نطوو القماش بالطول. رايحين نطووها على 2 ونزيدوا نطووها على 2، يعني نتحصل على 4. هنايا نتحصل على 4. واش رايحين نديروا؟ رايحين يعني نحطوا القياس على الجهه المغلقه. هذه الجهه المفتوحه وفيها 4. الجهه مفتوحه ما نحطوش عليها قياس، اما الجهه المغلوقه هي اللي راح نحطوا عليها القياس. فهمتوني البنات؟ انا هنايا جاتني كبيره. واش راح ندير؟ راح نقص. معليش غير انتم ما تقصوش القماش، بصح انا غير باش نطبق لكم هكا باش تجيني سهله. شوفوا البنات، الجهه المغلوقه هذه هي رايحين. هذا هو الطول 88، يعني طول البنت اللي عندي 88 سنتيم. هذا هو. كملوا معايا الفيديو. وهنا حبيباتي كيما طوينا قماش على 4 كيما راكم تشوفوا. هنا روحت الجهه المغلقه، يعني هذا القماش يطبق على الصغار وعلى الكبار، غير القياسات تختلف. وهنا روحنا دينا عرض الكتف. انا عرض الكتف للبنت اللي عندي 14 سنتيم كيما راكم تشوفوا. عينت نقطه ودرت خط مستقيم من 14 سنتيم هبطنا بحردة الابط، يعني حردة الابط تاع البنت اللي عندي 17 سنتيم. انا هنايا عينت نقطه في الاسفل ودرت خط سنتيم كيما راكم تشوفوا. انا هنايا واش راح ندير؟ انا هذو هما القياسات اللي ديتهم على البنت، يعني القياسات هذو هما راني ماركيتهم في ورقه وراح نطبقهم يعني كباترون. انا هذو القياسات راح ندوهم في المره الجايه، نوريكم كيفاش ترفعوا القياسات من الزبونه.
وكما راكم تشوفوا هنايا عندي عرض الصدر يعني 19 سنتيم. هذه 19 سنتيم راح نديرها تحت النقطه تاع 17 سنتيم، نديروا عرض الصدر 19 سنتيم ونزيد لها 4 سنتيم. هذه 4 سنتيم علاش؟ يعني 2 سنتيم حق الخياطه، يعني حق الخياطه 1 سنتيم، وحق الوسع 1 سنتيم، والقماش اللي ماهوش عندي يعني ماشي مشمخ درت له 2 سنتيم. وهنا من النقطه تاع الاخيره تاع 4 سنتيم نهبط ب 15 سنتيم، يعني ندير 15 سنتيم ونهبط للاسفل. كما راكم تشوفوا ما هبطش بخط مستقيم، يعني دخلته للداخل وحطيت حتى النقطه. ومن الجهه السفليه يعني من الاسفل اللباس طلعت ب6 سنتيم، يعني لازم تطلعوا ب6 سنتيم. ومن النقطه تاع 15 سنتيم للنقطه 6 سنتيم لازم تربطوها بمسطره. وهنايا عندي في اسفل الربه راح نقسم القماش على 2، يعني هذاك الطول راح نقسمه على 2 وندير نقطه ونديرها بجهه مائله. وهنا في الاعلى كما راكم تشوفوا راح ندير فتحه الرقبه، عندي فتحه الرقبه عندي 6 سنتيم. هادو القياسات راح نديروا عليهم درس كيفاش نرفعوا القياس على الزبونه. ان شاء الله بربي راح نطبقوا الدروس غير بشويه، يعني كل مره نطبقوا درس. وهنا في عمق الرقبه كما راكم تشوفوا اهبط يعني ديروا الميطره يعني بخط مائل. هنا درت 13 سنتيم كما راكم تشوفوا، يعني بميطره نديروها يعني بخط مائل كما راهي موضحه، يعني حطيت 13 سنتيم. وهنا كما راكم تشوفوا انا يعني 6 الفوق 6 تاع فتحه الرقبه لازم يجي سوا مع الاسفل، وهذو اللي منا رايحين يجوا يعني الجوانب رايحين يجوا سوا مع الجوانب باش نشكل يعني مربع، يعني الرقبه هذه نتاعي مربعه. المهم هنايا كما راكم تشوفوا يعني هذا الباترون سهل باسهل طريقه. انا هنايا من حلده الابط رايحين واش رايحين نديروا نهبطوا ب1.5 سنتيم، عفوا من نقطة فتحة الرقبة الميلان الكتف نهبط ب1.5 سنتيم. كما راكم تشوفوا هذيك حردة الإبط عندي 17 سنتيم راح نقسمها على 2، راح ندخل من هذاك الخط المستقيم راح نقسمها على 2، ندخل ب2 سنتيم ولا ب1 سنتيم. ومن الزاوية القائمة اللي أسفل عند حردة الإبط راح نطلع ب3 سنتيم، يعني للخارج راح نطلع ب3 سنتيم. وراح نقص يعني نربط من ميلان الكتف 1.5 اللي هبطنا به، نربط من ميلان الكتف للنقطة اللي دخلنا فيها يعني 1.5 ولا 2 ندخل لها، ونزيد نربط من 3 للزاوية القائمة، ونزيد النهاية نتاع عرض الصدر يعني العرض الصدر، ونشكل هذيك الانحراف نتاع حردة الإبط. وهنا رايحين نقصوا الباترون تاعنا بأسهل طريقة، صدقوني بأسهل طريقة. يعني ركزوا معايا في الدروس القادمة إن شاء الله بإذن الله راح نديروا رفع القياسات ونحطهم على الباترون ونحطهم على القماش، وكيفاش تدوا القياسات نتاعكم. يعني هذا الدروس غير بشوية، يعني راح نتمشى غير بشوية مع المبتدئات. أنا راح نتمشى مع المبتدئات، ما راحش نتمشى مع وحدة تعرف. يعني هذه هي الرسالة تاعي اللي راح نوصلها لكم. أنا راح نتمشى يعني الدروس تاعي راح نقدمهم لوحدة مبتدئة، ما راحش نتمشى مع وحدة تعرف. هنايا بديت لكم بالمشاريع المصغره وبديت لكم بالباترون، يعني تبداو باللباس الصغير، يعني راحين تبداو باللباس الصغير تقدروا ديروهم مشاريع. هذه هي. وهنا كما راكم تشوفوا انا عندي القماش، انا جيت نوضح لكم هنايا يعني الحواف، يعني الحافه يعني الحاشيه نتاع القماش. انا هذه الحاشيه هو جهه الطول، اما الجهه الاخرى هي جهه العرض. انا ما نقدرش نطوي هنايا على جهه العرض، يعني هنايا القماش ما نقدرش نطويه على جهه العرض. علاش؟ لانه عندي الديساء كما نقولوا الراس تاعو هابط لتحت، لهذا قررت اني نطوي القماش على الطول. يعني كل مره وكيفاش نطوي، يعني مره نطوي على العرض مره نطوي على الطول، هذه هي. وانما نتبعوا السياسه تاع القماش، مرات الديساء يجينا للاسفل، مرات يعني القماش يكون فيه لاستيك يعني يتكسل، هذه هي. علاش الميزه يعني بالعرض والطول، يعني كل مره وكيفاش تجينا الميزه تاع القماش. وهنا واش رايحين نديروا من جهه يعني هذه
يعني جهة العرض دينا متر، يعني حسبنا 100 سنتيم وقسمنا، يعني من جهة العرض حسبنا 100 سنتيم وقسمنا. وجهة الطول راها عندي قياس نتاع الزبونة، يعني الطول تاعها 88 سنتيم، يعني جهة الحواف عندي 88 سنتيم وجهة العرض عندي 100 سنتيم وقصصت، يعني متر و50 100 وحسبت متر وقسمت. كما راكم تشوفوا انا هنا يعني نبين لكم باللي رايحين نطوي القماش ونفصلوا يعني على 4. هنايا راني نبين لكم باللي جهة الوجه ما رايحينش نرسموا عليها، رايحين نديروا على جهة الخلف. هنا نطوي القماش يعني على جهة الخلف، جهة الشينة كما يقولوا، نطويها على 2 ونزيد نطويها على 2، يعني نتحصل على 4. نطوي القماش يعني بالطول، الحواف على الحواف يعني الحاشية على الحاشية، يعني نطويها على 2 ونزيد نطويها كذلك على 2، يعني نتحصل على 4. هنا طويت لكم القماش بالتفصيل بالنسبه للمبتدئات. وهنا واش رايحين نديروا، راح ندير خط مستقيم باش نضمن باللي الحاشيه نتاع القماش ماهيش عوجه عندي. وهنا واش رايحين ندير، رايحين نحطوا القياسات. عندي عرض الكتف عندي 14 سنتيم، انا رايحه نحسب 14 سنتيم وندير نقطه. وهنايا حردة الابط عندي 17 سنتيم، يعني هنايا طول التركيز عندي 17 سنتيم، راح نديها من النقطه اللي حبسنا فيها تاع 14 كتف عرض الكتف، راح نهبط 17 سنتيم وندير نقطه. وهنا رايحين ندي عرض الصدر، يعني عرض الصدر عندي 19 سنتيم. هنايا القياسات رايحين بعدها نقول لكم كيفاش ترفعوا القياسات وعلاش تقسموها، فهمتوني مع الوقت، يعني مع الدروس القادمه. عندي 19 سنتيم نزيد لها 4 سنتيم كما راكم تشوفوا، درت 19 سنتيم حطيت 4 سنتيم كذلك زياده. وهنا من النقطه تاع 4 في النهايه اهبط ب 15 سنتيم ودرت النقطه. نعيد ونكرر، هنايا عندي عرض الكتف 14 سنتيم، نهبط ب 17 سنتيم يعني حلدة الابط، ورايحه ندير خط مستقيم كما راكم تشوفوا، يعني رايحه نربط من النقطه تاع 14 سنتيم للنقطه تاع 17 سنتيم. وهنايا عندي 19 سنتيم زائد 4. هنايا راح ندير نقطه في النهايه. بعد ما ندير نقطه راح نهبطوا ب 15 سنتيم، يعني ب 15 سنتيم كذلك راح نعين نقطه. هذا الدرس راهو سهل، يعني غير تبعوا، واللي ما فهمش تعاود لا فيديو. كما راكم تشوفوا انا هنايا من النقطه تاع النهايه هذيك تاع عرض الصدر نهبطوا ب 15 سنتيم. بعد ما هبطنا ب 15 سنتيم يعني ما راحش نديروا خط مستقيم، رايحين ندخلوا ب 2 سنتيم، فهمتوني؟ باش يجي هذاك يعني التحريفه تجي مقوسه، ما تجيش مستقيمه كما راني نبين لكم. ما تربطوش بالمسطره، يعني حلفوها. تقدروا اللي ما تعرفش تدخل ب 2 سنتيم، يعني تجي حرفيه كما راكم تشوفوا. وهنايا من نقطه تاع 15 سنتيم نهبطوا للاسفل. بصح قبل ما نهبطوا للاسفل واش رايحين نديروا؟ اسفل القندوره رايحين ندخلوا في الجهه اللي ملهيها، يعني الجهه المفتوحه ماشي الجهه المغلقه، رايحين نطلعوا ب 6 سنتيم. علاش طلعنا ب 6 سنتيم؟ باش كي نخيطوا الروبه تاعنا ما تجيش الحواف تاعها هابطين للاسفل ويجوا جينو. هذه هي رايحين نطلعوا ب 6 سنتيم ونربط من نقطه 15 اللي حطيناها للنقطه عند 6 سنتيم. وهنايا بعد ما ربطناها نجينا للحردة الابط. حردة الابط عندي 17 سنتيم. هنايا لو كان نقسمها على 2 راح تجيني 8 ونصف. راح ندير المنتصف تاعها، راح نعينوا نقطه. هنا بعد ما عيننا النقطه كما راكم تشوفوا، يعني بعد ما قسمناها على 2 راح نعينوا نقطه. بعد ما عيننا نقطه راح ندخلوا بواحد ولا 1.5 سنتيم، يعني انا هنايا دخلت ب1 سنتيم. وهنا من جهه الزاويه القائمه راح نطلعوا ب3 سنتيم، يعني نخرجوا ب3 سنتيم، يعني الجهه الخارجيه يعني نطلعوا ب3 سنتيم. وهنا راح نربط من نقطة الكتف إلى النقطة اللي دخلنا بها 1 سنتيم للنقطة 3 سنتيم اللي خرجنا بها عند الزاوية القائمة إلى نقطة نهاية عرض الصدر. يعني كما راكم تشوفوا راها واضحة. راح نربط من نقطة عرض الكتف إلى النقطة اللي دخلنا بها
في المنتصف 1 سنتيم إلى النقطة 3 سنتيم اللي خرجنا بها إلى النقطة النهاية لعرض العرض الصدر. هذه هي، راها الأسهم واضحة والصورة واضحة. يعني أنا طبقت لكم وحبيت أني ندير لكم رسالة، يعني شرح مفصل باش يدخل في راس المبتدئين. هذه هي، ونتبع، رايحين نتبع كما راكم تشوفوا. وهنايا بعد ما هبطنا للأسفل ب6 سنتيم، واش رايحين ندو العرض تاع هذيك القندورة نقسموها على 2 ونهبطوا من 6 سنتيم بخط مائل ونربطوا. ورايحين نستعمل المقص. هنايا رايحين نفصلوا. الناس اللي راهي تخاف من المقص، يعني جربي هذه القندورة روبا صغيرة، يعني جربي فيها. إذا فسدتيها المرة الأولى عادي، المرة الزوجة عادي، المرة الثالثة أكيد راح تنجحي فيها. وأكيد على بالي بهذا الدرس اللي قدمته أكيد ما راحش يعني ما راحش يفسد لك القماش وما راحش تخافي من المقص. هذا هو الباترون اللي طبقناه. وصلنا هنايا. نقول لكم باللي اللي عجبها لا فيديو نتاعي، ونقول لكم ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق محفز، ولا خلوا لي يعني علم جزائري. نقبل العلم الجزائري دي حالة في التعليقات. المهم، واللي ماشي مشتركة في قناتي تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس هكا باش يحقوها الدروس القادمة إن شاء الله. وهنا كما راكم تشوفوا تحصلت على 2، عندي الجهة الأمامية وعندي الجهة الخلفية. يعني التفصيلة بأسهل طريقة، أنا وضحت لكم ووصلت لكم الرسالة بأسهل طريقة. نتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل، هذا ما كان. وهنا كما راكم تشوفوا جبت لافيزلين. انا استعملت الرقيقه كامل كما راكم تشوفوا. ادخلوا الفيديو السابق نوريكم كيفاش تلصقوا، يعني كيفاش تلصقوا لافيزلين من جهه اللي تبري. انا هنايا لصقتها في الرقبه. رايحين ندو فتحه الرقبه 6 سنتيم ورايحين نهبطوا بخط مائل ب 13 سنتيم كما راكم تشوفوا. راها واضحه امامكم. يعني الباترون اللي طبقناها على الورق اكيد عاودناه طبقناها على القماش. اللي ما فهمتش على القماش تفهم على الورق. راها سهله ماهله، غير اللي ما بغاتش تركز واللي ما بغاتش تكمل معايا الدروس. هذا ما كان، يعني بأسهل طريقة. هنا عندي فتحة الرقبة 6 سنتيم وراح نهبط يعني بالمتر ندو قياس مائل نهبط ب 13 سنتيم. أنا هنايا راح ندير نقطة نفصل. يعني الرقبة تاعي مربعة يعني كاري كما راكم تشوفوا. أنا الجهة الفوقانية راح تجي نفس الجهة السفلية يعني 6 سنتيم، والجهة اللي منها أكيد راح تجي نفس الجهة اللي منا. وراح يعني ندو المسطرة ونربطو، راح نشكلو زاوية يعني مربعة. وهنايا رايحين ندو المقص. بعد ما ندو المقص كما راكم تشوفوا واش رايحين نديرو، رايحين نقصوا الرقبه. يعني ما تخافوش من المقص. بالنسبه للمبتدئه راني نقولها لك ونعاودها لك، ما تخافيش من المقص. وهذه روبا، يعني هذه الروبا القندوره راها لقياس بنت صغيره، يعني ما تخافيش. جربيها وعينيك مغمضين. من اول تجربه اكيد راح تنجحي فيها. انا هنايا بعد ما فصلتها كما راكم تشوفوا هذه الجهه الاماميه ولا الجهه الخلفيه، يعني فصلتها جاتني ما شاء الله. راح نطبقوا نفس القياسات نحطهم على الجهه الخلفيه، يعني لانه الامام والخلف اكيد راح يجي نفس القياسات، يعني نفس فتحه الرقبه ونفس عمق الرقبه، يعني الامام والخلف نفس الرقبه. وهنا من جهة الكتف رايحين نهبطوا بواحد ونصف، معذرة نهبطوا بواحد ونصف باش نديروا ميلان الكتف. هذه ميلان الكتف ضرورية ندوها من عند فتحة الرقبة للجهة اللي فصلنا فيها يعني الكتف النهاية. رايحين نهبطوا يعني حردة الإبط رايحين نهبطوا ب1.5 سنتيم وراح نربط النقاط ونقص بالمقص، يعني نربطها بمسطره باش ما تعوجوش ونقص بالمقص. يعني هذا هو الميلان كيفاش جاني باش القندوره تجيني ما شاء الله عليها. المهم وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم ما تبخلونيش بالجام، والعالم الجزائري قبله يدير حاله في لي كومونتير وطلعوا لي القناه تاعي، يعني بارطاجيو الفيديوهات باش يوصل الناس حابه تتعلم. ونقول لكم شكرا لكم على المتابعه ودمتم في حفظ الله جميعا. احبكم في الله. وهذه هي الصفحه تاعي، ادخلوا